السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. كل جمعه وانتم طيبين. عندنا ماتش النهارده مش بالسهل ابدا زي ما الناس فاكره. الاهلي هيلعب النهارده قدام شبيبه بلوزداد في الجزائر بعد ما تفوق عليه بهزيمه كاسحه 6-1، ومن يومها والجزائر كلها عايزه رد الاعتبار. لذلك انا بقول ان الماتش مش سهل، ولكن في نفس الوقت يقدر يكون سهل. هقول لك ازاي. في الماتش ده الاهلي عنده فرصه ان هو يضرب كام حجر بعصفور واحد. في الماتش ده النادي الاهلي عنده ان هو يضرب كام عصفور بحجر واحد. اولها هي مصالحه الجماهير بعد الاداء المخيب للامال قدام انبي في الدوري العام، والماتش اللي انتهى نتيجه 0-0. تاني حاجه ان هو يرجع الاهلي بتاع زمان اللي كان متعود ان هو يفوز بره الارض زي جوه الارض. اخر مباراه الاهلي كسبها قدام شباب بلوزداد كانت في 2001 من قذيفه لابراهيم سعيد من بره ال 18، وان شاء الله تتكرر في الماتش ده بين امام عاشور برضه من بره ال 18، لان الشوط من بره ال 18 هيكون احد الحلول اللي لازم تعتمد عليها في المباراه دي. زي ما قلنا ان الفريق الجزائري شباب بلوزداد مش قادر ينسى اللي حصل في القاهره، وكمان اعتبر الهزيمه في القاهره اهانه للفرق الجزائريه، حابب جدا ان هو يرد الاعتبار. علشان كده تم الحشد وتم تخفيض التذاكر علشان يقدروا يجيبوا اكتر عدد من الجماهير يسبورتهم عشان تبقى في ظهرهم. السنه اللي فاتت النادي الاهلي اتقابل مع شباب بلوزداد رايح جاي، والمباراتين انتهوا بنتيجه واحده هي 0-0. والنادي الجزائري في ظل استعداداته للنادي الاهلي هو لسه لاعب ماتش يوم 27 قدام اولمبيك اكبو في الدوري، وقدر ان هو يكسب 1-0 بالعافيه. هي تجربه ما كانتش قويه قوي، ولكن اهو فوز معنوي يقدر يديهم دفعه في ماتش الاهلي. بس مين بقى اللي سجل الهدف؟ اختارهم في السكواد عبد الرحمن مزيان. هم كل اللي اسمهم عبد الرحمن كده خطيرين. عبد الرحمن مزيان واحد ويكاد يكون الاخطر في السكواد بتاع شباب بلوزداد، هو اللي احرز الهدف قدام اولمبيك اكبو. وانا هنا في الفيديو ده مش هقول لك ازاي تروح تتعادل، بما ان دي الاستراتيجيه بتاعت كولر مؤخرا ان هو ياخد البونت من بره وانا ما اتغلبش والدنيا زي الفل. لا، مش ده الاهلي، ومش ده الاهلي اللي احنا بنحب نشوفه كجماهير يا عم كولر. النادي الاهلي بيحب يكسب بره وجوه، جماهير النادي الاهلي بتحب الاهلي يكسب بره وجوه. فان شاء الله رب العالمين هنعرف ازاي نكسب شباب بلوزداد في قلب الجزائر ونرجع بالثلاثه بونت. النادي الاهلي بيدخل المباراه دي متصدر المجموعه ب 7 بوينتس 7 نقط، وورا اورلاندو بايرتس ب 5 بوينتس، وورا شباب بلوزداد 3 بوينتس او 3 بوينتس، وستاد ابيجان ب جاست 1 بوينت. اليوم اللي بعده على طول هيكون في مباراه ستاد ابيجان مع اورلاندو بايرتس، هيكون في ارض اورلاندو بايرتس، يعني 3 نقط، يعني مش عايز اقول لك بنسبه اكتر من 90% مضمونين لاورلاندو بايرتس. عشان كده انا بقول فوزك بالمباراه دي هيخليك تكون صعدت بنسبه اكتر من 90%. شباب بلوزداد بيحب يلعب بطريقه 4-2-3-1، وعلى الارجح هي دي الطريقه اللي هيقابلك بيها بكره ان شاء الله، علشان هو مش عايز يفتح خطوطه جامد عشان ما يشيلش 6 تاني. ما تنساش برضو انت عملت له رهبه، فهيكون عامل لك 1000 حساب في المباراه، لان شباب بلوزداد عارف او ان شاء الله يكون عارف ان هو لو فتح خطوطه على البحري انت هتدك حصونه، واحتمال تديله كمان 6، وساعتها الجماهير الجزائريه مش هتسمع عليهم. لذلك هتلاقيه بيلعب معاك بالحذر، اي نعم هجومي اكتر، ولكن في حاله الدفاع برضه هتلاقيه موجود، لان الطريقه اللي بقول لك عليها دي في حاله الدفاع هتقلب ب 4-4-1-1. نيجي للمهم، ازاي تقدر تكسب شباب بلوزداد في ارض بلوزداد؟ انا عايز اقول لك ان الفريق ده عنده ثقه عمياء. الليفت وينجر بتاعهم عبد الرحمن مزيان، ولما لا وهو امهر واحد في اللعيبه، اسرع واحد في اللعيبه، اذكى واحد في اللعيبه. كل ما هتكون معاهم الكوره دايما هيبصوا على عبد الرحمن مزيان ان هو بيعرف يتحرك كويس في ظهر الدفاع، بيعرف ياخد اماكن كويسه، سريع، مهاري، يقدر يعمل دريبلينج، يرقص اي حد. علشان كده هو ولدنا اكرم اللي لازم يكون في الرايت باك تومورو. ولكن لو حكمت على عبد الرحمن مزيان الرقابه مان تو مان، انت كده قدرت ان انت تحجم، مش عايز ابالغ في النسبه، ولكن من 50 ل 70% من خطوره شباب بلوزداد. يعني اكرم بكره لازم يزهق الواد ده كوره، ولكن ياخد باله من حاجه: الانذارات، الفاولات، والبلنتات، بينالتي كيكس. انا مش عايز اقول لك بقى من اهم الحاجات اللي شباب بلوزداد هيعملها بكره هو الشوط من بره ال 18. بيشوطوا كتير جدا، عندهم لعيبه مميزين جدا طبعا زي عبد الرحمن مزيان، وكمان عندهم مايو راس الحربه بتاعهم. الناس دي بتشوط من بره ال 18، فخد بالك يا مش الناوي. انا بقول لك اهو قبل الماتش تقريبا 20 ساعه عشان تحضر نفسك تطير على الكور. يبقى دي اول خطوه لازم نعملها، نحجم عبد الرحمن مزيان. طب تاني خطوه، ادي امام عاشور حريه الحركه
الحركه في نص الملعب. وبمعنى حريه الحركه الامام عاشور ياخد ان هو خط النص يمين شمال وكمان المنطقه اللي قبل ال 18 واديله تعليمات ان هو يشوط من بره ال 18 بقلب جامد. هو ومروان عطيه الاثنين رجلهم حلوه على الجول والجول بتاعهم مش احسن حاجه، اي شوطه من بره ال 18 ارضي هتيجي فيه ان شاء الله. نسيت الشوط يا جماعه يكون بتركيز بين الثلاث خشبات، يعني الكور اللي امام عاشور بيطلعها بتروح مطار القاهره دي مش هتنفع، لازم الكوره بين الثلاث خشبات. بس اقول لك على حاجه، الجون اللي جابه شباب بلوزداد في الماتش بتاع اولمبيك اكبو الجون جه من متابعه من عبد الرحمن مزيان جوه ال 18، يعني الكوره جت كانت مرفوعه ووقعت من حارس المرمى، يا شناوي، فخد بالك الكوره ما تقعش من ايدك، عشان لو وقعت من ايدك هتلاقي 1000 من يدخلها جوه المرمى. فتيك كير يا مان. يحيى عطيه الله لازم ياخد تعليمات هجوميه، ابوس ايدك يا عم كولر، احنا كده كده هنحجم اكرم توفيق ناحيه اليمين ان هو يدافع وما يطيرش ناحيه اليمين ولا يعمل عرضيات ولا ماشي، احنا كده مديله مهام دفاعيه قدام عبد الرحمن مزيان. الناحيه الثانيه بقى يحيى عطيه الله اديله بقى المهام الهجوميه، صواريخ يا باشا. وانت يا عم يحيى بالله عليك ركز شويه في العرضيات، يعني شوف دماغ وسام فين اديها له على دماغه، العرضيات بتاعتك نص قوي، وسام ما شاء الله عليه طويل يعني. يبقى يحيى عطيه الله مهام هجوميه، ما تبقاش جبان يا كولر، اصل انا عارفه تشيل قفلت الناحيه الثانيه تشتغل، أأمن نص الملعب كويس، والاثنين السنتر باكس اللي يشتغلوا معايا التحكم في نص الملعب هو الكي بوينت بتاعه، مروان عطيه وعمرو السوليه اللي يبداوا، وبلاش تاليف، ابوس ايدك. انت يا ابني لو اتفرجت على فايرا زمان، فايرا اقسم بالله ما كان بيفرق معاه فريق بره جوه كان بيشوط. ومن هذا المنطلق مهم جدا يا جماعه نشوف روح في الملعب بكره، وان شاء الله مهم جدا الاهلي يكسب بكره. انا ان شاء الله نفسي الاهلي يكسب بكره، انا بقيت بكره الاهلي يطلع بره يلعب على التعادل يا جماعه، دي مش شخصيه النادي الاهلي، وده مش نادي الاهلي اللي احنا نعرفه. الاهلي بيحب يكسب في اي مكان وفي كل مكان وتحت اي ظروف، مش احنا برضو عندنا الاهلي بمن حضر؟ تخيل السكواد اللي معاك ده كله وتيجي تقول لي بمن حضر، كمان يا مان. التشكيل الامثل ان شاء الله لماتش بكره، ان جيت للحق انا نفسي مصطفى الشوبيري يبدا، حقيقي ولد كويس مجتهد صبور ومحترم وقلبه على الفريق، ولكن انا عارف ان كولر هيبدا بالشناوي بكره، ليتس ساي قدامه هيكون اشرف داري، رامي ربيعه، ناحيه الشمال يحيى عطيه الله، اكرم توفيق ناحيه اليمين، خط النص مروان عطيه وعمرو السوليه، قدامهم امام عاشور، ناحيه اليمين بيرسي تاو، للاسف انا عارف ان انت عندك مشكله في الاجنحه ولكن هو افضلهم دلوقتي، وناحيه الشمال حسين الشحات، وقدام وسام. طب افرض تاو ما ادانيش اللي انا عايزه، ابوس ايدك نزل كريم الدبيس مكانه، تاني نزل كريم الدبيس مكانه، اديله فرصه يمكن يلاقي نفسه في المكان ده او يلاقي نفسه في الكوره اساسا، بقول لك الواد جعان كوره. طيب الشحات لو مش تمام وحابب ان هو يتغير، هنا بقى ينزل ولدنا قفشه زي ما انت عملت كده قبل كده في ماتش باتشوكا، قفشه ينزل في النص يتحكم في الكوره شويه، يمسك كوره يباس، وامام عاشور يطلع ليفت وينجر، لو امام عاشور مش قادر كريم الدبيس يروح مكانه في حاله ان تاو هيستمر. قفلت خالص، عمر كمال عبد الواحد موجود عندي، نعم هو مش احسن حاجه ولكن something is better than nothing. السوليه لما ادكش برضو اللي انت عايزه تغييره بيبقى بقفشه علشان خاطري. بس كده، وهي دي كل حاجه كانت معانا النهارده، ان شاء الله رب العالمين بالتوفيق النادي الاهلي نرجع بال3 بوينتس ونرجع نشوف الاهلي بينتصر بره ارضه من تاني. شكرا جدا، ما تنساش اللايك والفولو، بيس يا مان.